لو عندك مشكلة إن أنت بتدخل الحمام بشكل كبير، طيب لو بتصحى من النوم كمان عشان تدخل الحمام كل شوية، كمان لو أنت في مكان مفيهوش حمام ومش قادر تمسك نفسك، لو أنت لما بتدخل الحمام بقى اندفاع البول نفسه مش قوي، مش بتقدر تفرغ المثانة كلها، طيب آخر الحمام عندك فيه تنقيط، لو كل الأعراض دي بتحصل مع تقل بين الفخدين، أو حتى مش لازم الأعراض دي كلها مرة واحدة، لو كل الحاجات دي بتحصل مع مشاكل في العلاقة الزوجية يبقى أنت غالبا عندك التهاب في البروستاتا. بدايته بيحصل احتقان في البروستاتا، يعمل لك التهاب في البروستاتا، ومع التكرار والمشاكل دي بتحصل بصورة أكبر بيحصل تضخم في البروستاتا. طيب هنعرف ازاي ان انت عندك الكلام ده؟ لازم تروح طبعا للطبيب المختص، وترجع الطبيب المختص اللي هو غالبا المسالك البولية هيفحصك ويعرف هل هي مجرد التهاب ولا في تضخم في البروستاتا. ممكن يطلب أشعة عشان يعرف لو هو في تضخم هل التضخم ده حميد ولا لا قدر الله تضخم خبيث. لو عندك التهاب في البروستاتا ممكن أعراض الالتهاب دي أكنك عندك برد، جسمك كله مكسر، بتحس بدوخة، مش قادر تقف على رجليك، همدان، رعشة، ممكن تسخن. كل الأعراض دي ممكن يكون سببه التهاب في البروستاتا. وأنت بتعمل حمام ممكن تحس إن أنت البول فيه لزوجة، بيبقى مختلط بالحيوانات المنوية أو السبيرمز، ده بيبقى فيه ميوكس أو مخاط مع البول. طبعا لازم تعمل تحليل البول عشان لو في صديد أو سبيرمز أو حيوانات منوية، أو لو في التهابات الدكتور يعرفها. تاني حاجة تحليل PSA توتال وفري، ده دلالات أورام عشان لو في تضخم ولا حاجة، تحليل دم بيتعمل للبروستاتا.